ازيكم؟ السلام عليكم. سمع. انتوا كويسين؟ معلش ممكن النت يعمل لنا حركات فحيكون بيقطع، فاستحملونا يا اخواننا. خلاص انا هحاول اتكلم بسرعه بسرعه اقول لكم كل الونس اللي في راسنا. ولو قطع فلانة يعني يا اخواننا، والله ما مننا، والله ما مننا. قطع حسي تاني. اوكي طيب. الواحد بقى بيفتح الفيسبوك كل يوم، بيخاف يفتح الفيسبوك لانه بيحضر وبيسمع وبيشوف حاجات مرات يعني بتزعله، وفي حاجات بتفرحه. لكن anyway، النقطة التي أثيرت بيناتنا احنا الجروب اللي بنتونس مع بعض دايما وحنتكلم عنها الليلة هي موضوعات ديمقراطية. احنا لسنا خبراء سياسيين، لكن احنا جزء من المجتمع، لا ننتمي لأي حزب سياسي، لا ما عندنا خلفية، يعني ما عندنا خلفية سياسية، ما كان عندنا اهتمام بالسياسة، وفي النهاية جزء من الشعب. فإحنا يعني ده الحياة اللي احنا يعني برأينا بيجي من هنا. وعليه في حياة كثيرة شديد حتكون هي personal opinion، هي رأي شخصي تماما، أخذوا بها أو لا تأخذوا بها، مهم. كنا دايرين نتكلم عن الديمقراطية من ناحية. الديمقراطية دي احنا عايزينها تتطبق في السودان. قامت ثورة كاملة الناس بتنادي فيها بالديمقراطية. الديمقراطية دي الناس يعني زي ما بيقولوا نبحت بها وقالت دايراها من قبل حتى الإنقاذ. خلاص. يعني شنو ديمقراطية؟ احنا ذاتنا فهمنا للديمقراطية ممكن يكون خاطئ، هنحتاج انه احنا نعمل دراسة ونقرأ عن الديمقراطية عشان نفهم هي مداها كيف. لكن الآن مقتنعة به وقدر الحياة اللي احنا قريناه وتناقشنا بها انه الديمقراطية دي حاجة حارة جدا انه انت تطبقها وما سهلة، لأنها عايزة تريننج، يعني عايزة تمرين للنفس. يعني انت ذاتك على مستواك الشخصي عشان تطبق الديمقراطية دي مع الناس اللي حوالينك دي ما حاجة سهلة. أول حاجة بتجي في الديمقراطية فهمك لحدود حرياتك أنت وحريات الآخرين. حريتك بتنتهي وين وحرية الآخرين بتبدأ وين. تاني حاجة المفروض تعلم في الديمقراطية فكرة إنه هل أنا أتقبل الآخر وأتقبله لياته مدى. هل يعني الحاجة دي دايرة بجد تدريب نفس. أنا لما أتقبل الزول الآخر ده هتقبله في شنو؟ انتقادي له وقبولي لرأيه ده، قبولي لرأيه كفكرة ولا قبولي لشخصه. للأسف الشديد إحنا ما عندنا خالص موضوع الديمقراطية، حتى يعني على مستوى البيت، مستوى الأم والأب والأولاد ممكن يكون عندنا فيه مشكلة كبيرة شديد. وللأسف يعني حاجة مطبقة في السودان يعني عدم الديمقراطية ده أساتذة فيه. طيب، عدم الديمقراطية أو جزء من السايد إفكتس أو الأعراض الجانبية لعدم الديمقراطية دي كم نقطة بتشوفها في المجتمع بتاعك. الحتة اللي احنا عايزين نتكلم فيها في موضوع عدم الديمقراطية ده، السايد إفكت الأول قصة إنه أنا ما بقبل التاني. أنا ما بقبل التاني بخليني ما أقبل منه أي حاجة حتى لو كان كلامه صح. لكن أنا ما بقبل التاني دي قدر شنو؟ طيب، في ناس ممكن ما تقبل رأيك الشخصي لأنها عندها مشكلة معك في شخصك. في فرق ما بين